كنت أود أن أسألك عن هذه القصة. يعني صدام كنت أعشقه، كان صديقا. تحب صدام لا زلت؟ نعم، صديقي كان. ألم يكن صدام طاغية؟ نعم. ألم يكن صدام حسين طاغية؟ ولكنه سيف مصلة ومستقيم، يقطع نفسه نصفين إذا واجه سيفه. أنا أعرف هذا. ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أنه كان طاغية لكنه كان حاسما؟ كان عادلا جدا، وكان مستقيما جدا. وخيل لي وما أزال أعتقد أن العراق يحتاج إلى حاكم قوي جدا وعادل جدا، يعني سيف يشطر نفسه شطرين إذا هو واجه نفسه. مثل صدام. مثل صدام. أي نعم. يعني افتقد العراق صدام. أظن أن العراق فقده، وأظن أن الأمة فقدته كلها. لم تندم على علاقتك مع صدام يوما؟ نعم. لم تندم على علاقتك مع صدام يوما؟ أبدا، ما أزال أعشقه وما أزال أكتب له كل ما أتذكره وأتلم. كتبت له شيئا بعد أن يعني قتل؟ بعد وفاته. نعم. بعد قتله. نعم. ماذا كتبت؟ قلت أول قصيدة لي في رثائه، قلت: لست أرثيك، لا يجوز الرثاء، كيف يرثى الجلال والكبرياء، لست أرثيك يا كبير المعالي، هكذا وقفة المعالي تشاء. قصيدة طويلة وقصيدة مثيرة جدا. وأنا كنت أرى فيه الفارس العربي المنتظر لتوحيد الأمة، لإنقاذها.